بعد ما تصلي على النبي وترزع اللايك الجميل وروح راضية، تعالى خد شوية الأخبار دولت على السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد سيد زيزو بات لاعبا في صفوف الأهلي بدءا من شهر يونيو المقبل، وقد حصل على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية. وعايز تقول عليا كداب قول براحتك، ونتقابل في شهر 6. والد أحمد سيد زيزو خلال ساعات يبدأ فسخ تعاقد ابنه مع نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة. الأهلي يرغب في ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم وليس لفترة كأس العالم للأندية. مصطفى محمد يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم من أجل دراسة العروض الأوروبية المقدمة إليه ومقارنتها بعقد الأهلي. مصدر بالأهلي لبطولات محمود الونش عرض نفسه على الأهلي منذ أكثر من شهرين، والمفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة في ظل تمسك الإدارة بالتعاقد معاه. لاعبنا إمام عاشور يتصدر قائمة هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف. الأهلي يرسل لاعبيه على دفعات إلى السفارة الأمريكية. مجموعة من اللاعبين ذهبت بالفعل، وهناك مجموعة أخرى ستتوجه لاحقا، حيث لا يتم تحديد موعد واحد للفريق بأكمله. رسميا الأهلي يواجه صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومباراة الذهاب ستكون في جنوب أفريقيا والإياب في القاهرة. تقام مباراتي الأهلي ضد صن داونز في الدور نصف النهائي في جنوب أفريقيا يوم 19 إبريل، ومباراة الإياب في القاهرة يوم 25 إبريل على استاد القاهرة. الأهلي سيخاطب الجهات الأمنية لحضور الساعة الكاملة لمدرجات استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال. الأهلي بعد فوزه بالأمس تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 21 في تاريخه، والمرة السادسة على التوالي، والمرة الثامنة في آخر 9 سنوات. المباراة القادمة للأهلي ستكون أمام بيراميدز يوم السبت القادم الساعة 7 مساء على استاد الدفاع الجوي. فيفا يقرر وضع كاميرات على أجساد الحكام في كأس العالم للأندية، وتأتي تلك الخطوة من أجل إتاحة الفرصة للمشاهدة من أجل مشاهدة المباراة من منظور الحكم. لو مش متابعني ويهمك أخبار الأهلي يوميا تابعني، مش هتخسر حاجة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل.